وعن هذا الملف يحدثنا من الأنبار الباحث في الشأن السياسي الأستاذ نصير الدليمي. كل تحية لك أستاذ نصير. بداية نتحدث عن إعلان محمود المشهداني ترشيحه من قبل النواب لمنصب رئاسة البرلمان في خضم هذه الصراعات حول المنصب. ماذا يمثل هذا الإعلان؟ تفضل. أولا مساء الخير عليك ست وعلى قناتكم الكريمة. حقيقة طبعا بدأ الشارع السني يفقد الثقة في قضية حسم وجدلية منصب رئيس مجلس النواب العراقي، طبعا ذلك بسبب اختلاف واحتدام الصراع على هذه الجزئية التي تمثل ربما خصوصية في عقلية بعض السياسيين أن من يشغل منصب رئاسة البرلمان هو يصبح الزعيم، وهذه حقيقة هي نظرية خاطئة. الزعيم لا يكون بالمنصب فحسب، الزعيم يقدمه جمهوره وأهله وناسه، يعني حتى يكون زعيم حقيقي لازم يكون هو يحظى بثقة أهله وناسه، بل وحتى ثقة الأطراف السياسية إذا كان هذا المفهوم صحيح. ولكن هو احتدام على الكعكة وعلى المنصب وعلى الكوميشنات وعلى ربما حتى الابتزاز تشغيل إمكانيات رقابة مجلس النواب على ابتزاز ربما بعض الوزراء ومدراء الدوائر والمحافظين لمكاسب أقوى لصاحب هذا المنصب، وهنا موطن الخلاف الحقيقي. طيب، بالحديث عن الابتزاز أستاذ نصير، وأجدد ترحيب بك مرة أخرى معنا في حصاد آي نيوز. يعني الآن كيف نفسر تغريدة السيد المشهداني؟ يعني هل لهذه التغريدة بالإمكان أن نقول أنه الأمر قد حسم بشكل كامل وأن هناك بالفعل مرشح وحيد لرئاسة مجلس النواب سيتم التصويت عليه، أم أن هذه التغريدة هي مجرد يعني أسلوب من أساليب الضغط السياسي أو جس النبض أو غير ذلك من الممارسات السياسية؟ أولا هي المشكلة صار لها تقريبا ما يقارب سنة. طبعا المشكلة ليست الأزمة السياسية في قبة البرلمان، هي ليست افتعال الكتل السنية، بل هي من ربما عقوبة على الاتحاد الثلاثي اللي كونه الحلبوسي والسيد الصدر والزعيم الكردي البرزاني. بقدر هذه المدة المراقب للشأن السياسي، بقدر تعطيل إمكانيات الإطار وتقويض إمكانيات الإطار، انتقم ربما الإطار من هذه الكتلة لمدة سنة، عطل مجلس النواب، وقبلها كان الإطار هو سبب في تعطيل رئاسة الوزراء. فهذه الانسدادات بفعل فاعل، هذا واحد. اثنين، في قضية جزئية السيد المشهداني. السيد المشهداني هو يمتلك خبرة، ولكن لديه ضعف في بعض المفاصل، يعني ليس هو طموح أهل السنة، وليست هذه الكاريزما هي التي تلبي طموح الجمهور والشارع السني السياسي والنخب في المحافظات والمكون جميعا. نعم. ولكن هو كمرشح تسوية ممكن يمر، أما تغريدته هذه ربما استمالة، بل أخذ تطمينات من الحلبوسي. نعم سيد نصير، قبل أن ننتقل إلى فكرة أخرى، حضرتك ما بين السيناريو يحتمل ثلاث احتمالات. قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى، حضرتك ذكرت أن هنالك تدخلات لربما من الإطار أو من غيره من المكونات، والمرشح هو للمكون السني وهو الأحق في هذا المنصب. في الجلسة الأخيرة التي تم فيها العراك بين الموجودين في المجلس، السيد المندلاوي قال أن على المكون السني الاتفاق على مرشح وحيد في هذه الجلسة. إذن هنا أين التدخل من قبل بقية المكونات في هذا المنصب؟ طبعا عاشا تيفيتش، المندلاوي أكثر المستفيدين من أزمة رئاسة البرلمان. شلون ما تفهموها فهموها، لأن هاي سنة كاملة
القوانين اللي يريدونها هو مشاها بدون اصلا تصويت السنه او بشراء بعض الكتل السنيه. هذا واحد. اثنين، عندما يدرج حق مكون في جدول اعمال ربما هذه الجدليه التي يصبح فيها تقايض، احنا نصوت لكم على نمرر لكم رئيس مجلس النواب عادي، ما عندنا مشكله، بس مرروا لنا قانون الاحوال الشخصيه، او ربما يكون مقايضه اخرى، يعني جدول الاعمال يحتمل قانون اخر، اذا صوتوا لنا هنا احنا نصوت لكم هنا، وهذا حقيقه يعني هذا في اجحاف. طيب لو كان الامر كذلك استاذ نصير، يعني لو كان الامر كما تصف حضرتك لكان حسم منذ يعني مده بعيده، لكان من الجوله الثانيه ربما ذهب مجلس النواب باتجاه اختيار احد المرشحين، السيد العيساوي او ربما السيد المشهداني، وانتهت القضيه. لو كان قانون، يعني مع ذلك لا احد ينكر استاذ نصير، مع ذلك جدول الاعمال لو كان في فقره يعني مع وجود دور للاطار التنسيقي في مساله اختيار رئيس مجلس النواب، وفي مساله ايضا تمرير التشريعات المهمه او التي تخدم مصالح ومصالح جمهوره، مع ذلك بالفعل يعني واضح ان هناك خلاف سني داخلي، خلاف سياسي قبل ان يكون خلاف على منصب رئيس مجلس النواب، وهذا الخلاف واضح منذ مده ليست بالقصيره يعني، وليست منذ دوره او دورتين، هناك خلاف واضح، والان تجلى هذا الخلاف بمساله انتخاب رئيس البرلمان. تقدم لا يريد ان تشارك بقيه الاطراف في يعني في تولي هذا المنصب، وبقيه الاطراف لا تريد للتقدم ان تتقدم كزعيم للمكون السني. شوف، بالنسبه للتقدم يعني التقدم حاول محاولات حتى يمسك بحقوقه، كونه هو صاحب الوزن الانتخابي الأكبر والأكثر عددا داخل قبة البرلمان، وعندما بالتالي عندما يسلب الحق مني أنا كصاحب حزب لازم أعوض من داخل الحزب، أو أكو نقاط انتخابية يعوضوني الشركاء البقية في السيادة وفي عزل. هذا واحد. اثنين، من هو الذي غذى الخلاف السني؟ هنا السؤال، من الذي لعب الزعامة على يعني رئاسة المكون السياسي السني هو الذي غذى الخلاف السني داخل العملية السياسية، يعني هكذا نقرأ. ليس كافي، هناك فواعل غذت الخلاف للاستفادة من هذا الصراع. هسه احنا نريد نحل الأزمة، احنا عندنا سيناريو ثلاث حلول به. الحل الأول اللي هو يمر المشهداني ووصلنا الانتخابات وجزاه الله الف خير، هو رجال يختم حياته السياسيه بهاي السنه لحد ما يوصلنا الانتخابات، هذا واحد. او ماده 12 تعدل ويقدم اي شخصيه اخرى او شخصيتين وينتخبونها النواب وتمر على جدل، او يبقى المندلاوي يمرر قوانين بكيفه لصالح الاطار او لصالح غير الاطار وتعبر الامور، وبالتالي السنه يعني ضاع حقهم سواء بفعل فاعل او بصراعات سياسيه. نعم، هو هذا السيناريو لكن اللي ممكن يكون. استاذ نصير، يعني عندما يمرر قانون هو قانون للعراقيين كافه دون مكون بعينه، وحضرتك ذكرت ان زعامه المكون ونعلم جميعا من خلال القراءات مرتبطه برئاسه البرلمان في الانبار، هذا من بعض الموجودين في أو المنتسبين لتقدم. إذن فالمشكلة هي في المكون وليست في الآخرين. إذا ما حضرتك ذكرت الآن أن قد يتم الاتفاق التنازل عن رئاسة البرلمان مقابل أمور أخرى. الأحزاب السنية هم هي كانت معترضة على شخص رئيس الوزراء، مو سنة ونص احنا نعاني ما عندنا رئيس وزراء. لو الإطار هو الأخ الأكبر وهو راسم سياسات البلد، بالتالي الإطار لما يتبنى الإطار ويقول أنا أريد مرشح من تقدم، خلاص انتهى، يكف طمع الكتل البقية وخلاص انتهى الموضوع. بس الإطار رجل بالنار ورجل بالمي، هم ما يصير هيك. نعم. طيب، شكرا لجنابك الكريم الباحث بالشأن السياسي السيد نصير الدليمي، كنت معنا من الأنبار.